عمرك فكرتي تعملي وسيلة بسيطة تخلي طفلك يتحمس للصلاة كل يوم لوحده من غير ما تفضلي تفكريه؟ النهاردة هنعمل مع بعض فكرة سهلة وجميلة هتخلي الطفل مستني ميعاد الصلاة بحماس. في الفيديو ده هنعمل مع بعض متتبع صلاة للأطفال بخامات بسيطة وفي نفس الوقت شكله جميل وعملي جدا. أول خطوة هبدأ بقماش الكوخ، وأنا اخترت اللون الفوشي علشان يكون لون مبهج وجذاب للأطفال، وكمان ده معمول لبنوتة. بعد كده هستخدم باترون الرسمة بالمقاس اللي انا محدداه 30 في 30، ومعاه باترون حروف الاسم وكمان ستيكر باسماء الصلوات. هحدد الرسمة على القماش، والجزء اللي تحت هحدد علامات علشان اعمل 5 خانات بعدد الصلوات بتاعتي. وبعد ما اخلص التحديد هقص الرسمة، ومن تحت اعمل فتحة صغيرة تقريبا 5 سنتي. بعدها ابدأ اجهز ال5 خانات بتوعي. بعد ما خلصت بقت بالشكل ده، ال5 خانات قد بعض في المقاس. بعد كده هستخدم لزق السكوتش واقص 5 قطع من الجزء اللي هو الخشن، الناحية الخشنة مش الناعمة، وهبدأ اثبت كل قطعة بالشمع في كل خانة من الخانات اللي انا قصيتها. الفكرة هنا ان الجزء الخشن من السكوتش هيمسك في قماش الكوخ بسهولة لما ارفع كل جزء لفوق. هتبقى معايا بالشكل ده كده عشان تبقى سهلة ان انا ارفعها. خلصت المرحلة دي من المتتبع. بعد كده هجيب قماش كوخ ابيض وارسم عليه علامة صح وافرغهم زي ما انا عاملة كده. هحتاج منها 5 قطع بعدد الصلوات بتاعتي، وابدأ اثبتهم في الاتجاه التاني اللي فيه السكوتش. الخطوة دي مهمة لانها اللي هتخلي الطفل يحط علامة صح بعد كل صلاة، وده بيشجعه نفسيا جدا. هثبتهم كويس بالشمع واحط كل علامة على المربع بتاعها. نيجي بعد كده لاسم الطفل او الطفلة. هجيب قماش كوخ بامبا واحدد عليه الاسم وافرغه كويس. بعد ما افرغ الاسم هثبته بالشمع على الكوخ الابيض. ممكن اضيف رسمة فراشة صغيرة او اي شكل لطيف علشان يكمل التزيين ويخلي الشكل مبهج وجذاب للطفل. بعد ما الاسم جهزته بالشكل الجميل ده هثبته في الرسمة الاساسية، وبعد كده ابدأ اوزع ستيكر الصلوات بالترتيب قدام علامة الصح من فوق بالشكل ده كده، من اول الفجر لحد العشاء. هنا الشكل بصراحة بدأ يظهر، فهكمل باقي التزيين. هجيب نجوم احطها في الجنب هيديني لمسة رمضانية جميلة، وبعد كده هجيب شريط اطبقه نصين واعمل منه علقة للتعليق، ومن فوق هحط فراشة من الكوخ برضو علشان تكمل المنظر العام وتدي روح لطيفة للشكل. وبكده اكون خلصت متتبع الصلاة بشكل جميل وعملي. الفكرة دي مش بس شكلها حلو، لكنها وسيلة ذكية جدا لتشجيع الطفل على الصلاة، وتخليه يحس بالإنجاز كل ما يحط علامة صح. وفي نفس الوقت بتساعد الأم إنها تتابع بسهولة ومن غير ضغط أو زعل. المتتبع بسيط لكن تأثيره كبير جدا في تعويد الطفل على الالتزام. لو الفكرة عجبتك وحابة تشوفي أفكار تانية مفيدة وبسيطة لأطفالك وبيتك، ما تنسيش تعملي لايك وتشتركي في القناة وتفعلي الجرس علشان يوصلك كل جديد.